اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بطة، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن السحر في الدولة المصرية القديمة، وليه السحر كان مهم جدا عند المصريين القدماء، وهل هم كانوا بيستخدموه في بناء الاهرامات والمعابد، وهل الكهنة كانوا بيستخدموا تعاويذ وطلاسم سحرية في حياتهم اليومية. خلينا نغوص اكتر في تفاصيل علاقة الفراعنة بالسحر في مصر القديمة. السحر في الحضارة الفرعونية. في مصر القديمة السحر كان جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية والدين. المصريين القدماء كانوا بيشوفوا السحر كقوة طبيعية تقدر تتحكم في العالم من حولهم، وكانوا بيؤمنوا إن كل حاجة في الكون ليها روح أو قوة خفية، وإن السحر هو الوسيلة اللي بيقدروا من خلالها يتواصلوا مع القوة دي. طيب إيه علاقة السحر بالدين؟ السحر والدين كانوا مرتبطين بشكل كبير في الثقافة الفرعونية. المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا إن السحر بيجي من الآلهة، وكانوا بيستخدموا التعاويذ والرموز في الطقوس الدينية لحماية الناس من الشرور وشفاء الأمراض ولضمان المرور السليم للروح في الحياة الآخرة. مثلا كان في اعتقاد قوي إن الإله تحوت هو اللي اخترع الكتابة والتعاويذ السحرية، وإنه بيدي الكهنة القدرة على استخدام السحر بشكل صحيح. الكهنة في مصر القديمة كانوا بيعتبروا أعلى الناس علما ومعرفة، وكان عندهم القدرة على قراءة وفهم النصوص السحرية، وده بيخليهم يحتفظوا بمكانة خاصة في المجتمع. طيب إيه يا أبو بطة هي أنواع السحر؟ السحر في مصر القديمة كان له أنواع كتير، بعضها كان موجه للخير وحماية الناس، وبعضها كان موجه لأغراض شخصية. تعال أقول لك شوية عن أنواع السحر. هنا شوية تفاصيل عن الأنواع دي. السحر الوقائي ده كان أكتر نوع شائع من السحر. المصريين القدماء كانوا بيستخدموا التعاويذ والطلاسم لحماية نفسهم من الأمراض والأرواح الشريرة والكوارث الطبيعية. كانت التمائم بتتعلق في البيوت أو تتلبس على الجسم، وكانت بتعتبر حماية قوية من أي ضرر. السحر العلاجي. الكهنة في مصر القديمة كانوا بيستخدموا السحر لعلاج الأمراض، كانوا بيستخدموا التعاويذ جنب الأعشاب والعلاجات الطبيعية. النصوص الطبية زي بردية إبرس كانت بتجمع بين الوصفات الطبية والتعاويذ السحرية لتحقيق الشفاء. سحر الحب. المصريين القدماء كان عندهم تعاويذ خاصة لجلب الحب وجذب الشخص اللي بيحبوه. التعاويذ دي كانت بتستخدم من قبل الناس العاديين وكمان في الطبقات الحاكمة. السحر العدواني. في بعض الأحيان كان السحر بيستخدم لإيذاء الأعداء أو تحقيق مصالح شخصية. التعاويذ اللي بتستخدم في النوع ده من السحر كانت بتعتبر خطيرة، واستخدامها كان بيستلزم احتياطات خاصة. كتاب الموتى. من أشهر النصوص السحرية اللي وصلت لنا في مصر القديمة هو كتاب الموتى، وده كان عبارة عن مجموعة من التعاويذ والنصوص اللي بتحمي الروح في رحلتها في العالم الآخر. الكتاب ده كان بيتحط مع الميت في المقبرة عشان يساعده في التغلب على العقبات اللي ممكن تقابله في الحياة الأخرى، زي مواجهة الأرواح الشريرة والمخاطر اللي بتظهر في طريقه لبلوغ السلام الأبدي. السحر الملكي. الفراعنة نفسهم كانوا بيستخدموا السحر في حكمهم، كانوا بيعتبروا إن عندهم قدرات خاصة مرتبطة بالآلهة، وده كان جزء من السبب اللي بيخليهم يحكموا. على سبيل المثال الملك اللي كان بيشارك في طقوس دينية بتستخدم فيها التعويذ السحرية لضمان وفرة المحاصيل واستقرار البلاد وحماية الشعب من الكوارث. الكهنة والسحر. الكهنة في مصر القديمة كانوا مسؤولين عن تنفيذ الطقوس السحرية، وكانوا بيعتبروا متخصصين في السحر الديني. كان عندهم معرفة واسعة بالنصوص السحرية والتعاويذ والرموز، وده كان بيخليهم في مكانة عالية في المجتمع. الكهنة كانوا بيتعلموا السحر من خلال دراسة النصوص المقدسة والتدريب في المعابد. السحر والحياة اليومية. السحر كان جزء من الحياة اليومية في مصر القديمة. الناس كانوا بيستخدموا التمائم والتعاويذ والرموز السحرية لحماية نفسهم وأسرتهم. كانوا بيعتقدوا إن السحر ممكن يساعدهم في حياتهم سواء في الشغل أو الحب أو حتى الزراعة. في النهاية السحر في مصر القديمة كان موضوع معقد ومتشابك مع الدين والعادات والتقاليد. ما كانش الفراعنة سحرة بمعنى إنهم بيمارسوا أعمال سحرية بشكل مباشر، لكن السحر كان جزء من حياتهم وثقافتهم، وكان ليه دور كبير في معتقداتهم الدينية والاجتماعية. وبكده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ياريت ما تنساش تدعمنا باشتراكك في القناة وتفعل زر الجرس. أشوفكم على خير، مع السلامة.